اعملي كده اهو يا حبيبتي قلبي، بتحطها في الفرن وتروحي قلبها كده اهو، كده اهو اهي كده، وتغيريها واحده واحده كده اهي وبسيط اهي يا حبيبتي. لا عشان الدوشه بتاعت الفرن مش هعرف اكمل معاكم، فهوريكم بس، بوريكم واحدتين كده نسويهم مع بعض وايه. نقلبيها بالراحه ودي ندخلها جوه تاني عشان تحمر. شوفوا ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الرق عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما شاء الله وعساك يا رب. اهو نجيب ديت بس على الوش كده، نجيب دي كده ونعمل التاني كده اهي. وما تخافيش، موضوع جرائي كده واقعدي واعملي، ما تخافيش مش هيحصل اي حاجه. لو بوظت حاجه خليها ليكي وخليها للبيت. اللهم صل على النبي، الرق عامل ازاي. نقلب تاني ديت كده اهي. بسم الله ما شاء الله. شايفه الرقه، شايفه اهو، شايفه الارضيه اهي، شايفه منقوش وجميل ازاي. شويه رقاق، شايفه العسل اهو. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله اهو. صباح الخير على عيونكم يا احلى اخوات في الدنيا. صباحكم نادي بنور الله. كل سنه وانتم طيبين، يا رب تكونوا بالف خير يا رب. الوقت هنعمل مع بعض شويه رواق ناشف من اول العجن ان شاء الله لحد التسويه ولحد التكييس، وهقولك كيلو الرقاق هيعمل لك كام واحده بامر الله. المهم كده صلى على النبي. ولو اول مره تشوفيني، انا موريتاج، فضلا وليس امرا تشتركي معايا في القناه وتعملي لي لايك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وهنقول يا رب يا هادي ود الشيطان غادي. دلوقتي انا معايا كميه دقيق 3 كيلو دقيق. هتحط على الكيلو الدقيق معلقه صغيره ممسوحه من الملح، يعني انا حطيت حبه بايدي كده، هيجوا 3 معالق ملح ممسوحين من المعلقه اللي هي الصغيره. تعالي بقى لمرحله العجن. انت بتعجني الرقاق، تحط الميه واحده واحده كده، ما تكتريش علشان الرقاق، عجينه الرقاق ما بتبقاش طريه، ما بتبقاش طريه، بتبقى ايه ناشفه شويه، تعرفي تتحكمي فيها وتعرفي تفرديها. انا كده بدوب بلم الدقيق بالميه وما بحطش ميه. لو احتجت ميه بحط حبه ميه صغيرين على كف ايدي كده لو احتجت، انما انا كده متحكمه في العجينه، هي كده مش هتحتاج مني ميه. انا هدوب كده وهلف العجينه حلو علشان اتوه الدقيق اللي فيها. اللهم صل على سيدنا محمد. كده مش هتحتاجي ميه تاني. هتلمي كده كويس قوي لحد ما تلاقي العجينه في ايدك عجينه ما بتلزقش، وفي نفس الوقت ما بتكونش طريه، بتكون ناشفه وما بتلزقش. وصلت معايا لحد هنا. صلى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد. دايما وانت بتشتغلي كده اذكري الله وقولي لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اصحاب المشاريع اللي عايزين يعملوا مشروع من بيتهم، الفيديو دوت هتستفادي منه ان شاء الله، وبامر الله هتطلعي منه مستفاده انت او اللي عايز يعمل رواق في البيت لبيته يعني ولولاده. ان شاء الله هتطلعي مستفاده من الفيديو. بس كملي الفيديو للاخر علشان ما يفوتكيش حاجه وتكوني استفدتي بكل حاجه في الفيديو. ما تسرعيش الفيديو حبيبه قلبي وشوفيه.
هنا خلاص الرقاق كده هو ما بيحتاجش عجن كتير. لو انت عجنت في الرقاق كتير هيعمل معاكي عرق، وتيجي تفرديه هيدوخك شوية على بال ما تفرديه. انت بتخلي العجينة متماسكة شوية وما بتلتهاش. ليه؟ علشان اول ما تحطيها على الصينية وتقطعيها وتحطيها على الصينية هترتاح معاكي، تعرفي تفرديها. صليت على النبي قلب اختك. بالنسبة للتقطيعة زي ما انت عايزة تقطع، عايزة تقطعها كبيرة، عايزة تقطعها صغيرة، زي ما انت عايزة. التقطيعة ديت دلوقتي هتعمل ان شاء الله الصينية اللي هي الوسط، مش كبيرة ومش صغيرة. يعني لو وزنتها على الميزان هتعمل معاكي 85 جرام. لو وزنتها على الميزان هتعمل معاكي 85 جرام. هتبقى الصينية بتاعتها وسط، مش هتبقى صغيرة اوي ولا هتبقى كبيرة، هتبقى في المعقول. تعالي بقى لمرحلة الفرد. انا فهفرد كده واحدتين على النشابة اللي هي بالعجل ديت، علشان العجينة انا قطعته وفردت على طول، دي ما بترتاحش، بتقطعي وتشتغل على طول وتفردي. فهفرد واحدتين كده على بالنشابة اللي هي العجل ديت، علشان اسهل على نفسي بالفرد باللي هي النشابة اللي هي العصاية. لو انت عايزة تكملي باللي هي العجلة ديت كملي، مفيش فيها اي مشكلة. انا مش هسرع الفيديو وانا بفرد علشان تستفادي على قد ما تقدري. انا بحط كمية دقيق على الطبلية وبروح احط عليها العجينة اللي انا فردتها، وبروح حاطه على العجينة برضو كمية دقيق واحط التانية عليها. انا بفرد اتنين مش هفرد واحدة، ملكيش دعوة بيه. بالنسبة لك انت لو عايزة تفردي واحدة افردي، لو انت لسه بتتعلمي افردي واحدة على قد ما انت عايزة على قد ما تقدري تفردي علشان ما تبوظيش الدنيا. ولو عايزة تكملي بالنشابة اللي هي العجل ديت برضو عادي، مفيش مشكلة. اللي تقدري تعمليه وتفردي بيه ويبقى سهل بالنسبة لك افردي بيه. هنا انا حطيت الدقيق زي ما قلتلك وبفرد. ولو حسيت ان العجينة هتلزق مني في الرقاقة اللي تحتها، بروح بطرف النشابة كده وبروح قلبة العجينة، بتروح قلبة معايا اللي فوق اللي تحت بتبقى فوق، وبتتقلب معايا بكل سهولة. بتملسها على العجينة كده بيطلع منها دقيق. ما تكتريش الدقيق، هو الدقيق بس في الاول، وبعد كده بدخل الدقيق زي ما انت شفتيني وبكمل فرد. لو العجينة حسيت ان هي هتلزق مني بروح قلب. شفت انا قلبتها ازاي؟ لما تقلبيها هي تحتها دقيق، هي مش هتحتاج منك بقى دقيق تاني. هتحاولي تفردي على قد ما تقدري كده بالراحة، والموضوع بيبقى سهل وبسيط. ما تصعبيش الحاجة على نفسك، براحتك كده واعملي زي ما انت عايزه. انا كنت هسوي على نفسي. دلوقتي هتلاقي واحده دخلت عليا دلوقتي، واحده جارتي. كنت هسيب لكم المقطع دوت، مش هحذف يعني مش بصوته، بس دخلت واحده جارتي وقعدت معايا وقالت لي انا عايزه اتعلم واقعد قدام الفرن واسوي. قلت لها خلاص ماشي تعالي. فانا ظبطت لها الفرن وقعدتها قدام الفرن، وهوريكي برضو التسويه الصح علشان تبقى عارفة انت هتسوي ازاي. اللي بيقولك الرقاق الناشف بيسوي على نار هادية، لا يا حبيبتي، هو ما بيسواش على نار هادية او ولا بيتسوى على نار عالية. هي النار بتاعته بتبقى وسط. هتشوفوا كل حاجة في الفيديو، وان شاء الله هتطلعي مستفادة بامر الله. ان وصلت معايا لحد هنا حط اللايك عشان الفيديو يعلى وانت تستفادي وغيرك ان شاء الله يستفاد ان شاء الله. يا رب كده تطلعي باي معلومة من الفيديو تستفادي بيه. انا هنا فردت زي ما انت شفتيني، وهحط بقى عندي شوية عصيان. هروح لفة كده الرقاية على العصاية وهركنها لمدة 3 دقايق 4 دقايق 5 دقايق. وما تخافيش مش هيلزق منك طالما انت مأمنة الرقاية ان هي فيها دقيق. ما تخافيش هي مش هتلزق على العصاية ولا اي حاجة. انا ممكن افرد 15 رقاقة واركنهم جنبي على العصاية، ده لو انا بسوي على نفسي. وبشغل الفرن وبسويها برضو عادي، ما بتبقاش لازقة ولا اي حاجة. زي ما انت شفتي كده حطيت كمية دقيق من فوق وحطيت كمية دقيق من تحت، وحطيت الرقاية التانية زي ما قلتلك. لو انت عايزة تفردي واحدة بس افردي اللي ترتاحي فيه وتقدري تعمليه اعمليه. اللهم صل على سيدنا محمد. بفرد زي ما انت شفتيني كده
وبشبع الاول الرقاية بدقيق، وبروح راكنه بقى الدقيق كله كده في جنب واكمل فرد. لو عوزت دقيق بعد ما افرد خالص، ولو حسيت ان هي ما فيهاش دقيق وهتلزق مني، برش رشه دقيق بسيطه. شفت انا قلبت كده ازاي علشان اظبط اللي تحت مع اللي فوق. لازم كل ما تلف كام لفه كده تقلبي الرقايه، تجيبي اللي تحت فوق واللي فوق تحت علشان تعرفي تظبطي الرقتين يبقى بسوا بعض، زي ما انت شايفه كده يا قلب اختك. يا رب تطلعي باي معلومه من الفيديو وتستفادي منه. حابه اشكر كل اخواتي وحبايبي اللي دخلوا لي وكتبوا لي تعليق ودعوا لي دعوه حلوه من قلبهم. ربنا يصلح حالكم ويسعد قلوبكم وينور لكم طريقكم يا رب العالمين. اهو يا حبيبه اختك، انت قلبتي وتساوي كده اللي فوق واللي تحت وتخلوهم الاتنين قصاد بعض، وتفردي من جوه لبره، من جوه لبره وبالراحه كده وانت بتفردي، وما تقسيش على العجينه وانت بتفردي لان هي بتبقى رقيقه ما بتستحملش، زي ما انت شايفه كده. انا ممكن افرد 15 رقايه زي ما قلتلك كده واركنهم جنب مني، واروح مولعه الفرن واروح مسوياهم مره واحده، وارجع تاني افرد واركن برضو واروح مسوياهم تاني. ده لو انا هفرد وهسوي على نفسي. انما دلوقتي صاحبتي دخلت عليا وقالت لي انا عايزه اقعد اتعلم قدام الفرن، اتعلم التسويه. قلت لها وماله، ما يجراش حاجه. احنا لما نساعد بعض ما يجراش حاجه. ولو انت عندك معلومه وتعرفها لجارتك ولا لصاحبتك برضو هيبقى كتر الف خيرك وجزاك الله كل خير. انا ما ببخلش على حد والله العظيم 3 باي معلومه. اي حد عايز يعرف اي حاجه في شغلي انا ما ببخلش عليه فيها، لان انا جيت في يوم برضو كنت مزنوقه كده ومحتاجه اي حد يقول لي معلومه، ما كانش حد بيقول لي معلومه. وانا لما افيدك وافيد اللي حوالين مني، ما انا هينوبني ثواب وانت هتتعلمي وننفع بعض. ليه ما ننفعش بعض؟ ليه لما يكون انا عندي معلومه وعايزه انت عايزه تعرفيها ابخل عليك وما اقولها لكيش؟ ليه لا اقولها لك واعرفها لك، وهينوبني ربنا، هينوبني ثواب يعني. مش هبخل عليك باي حاجه والله العظيم 3. اي حد بيبقى عايز يعرف اي حاجه من شغل الفطير او شغل الرقاق انا بستخسرش فيه اي معلومه وبقولها له. تعالي بقى هنا لمرحله التسويه. شفتي النار قدامك عامله ازاي؟ النار في الاول لازم بتبقى عاليه كده. لو هديت النار ودخلت الرقاقه في قلب الفرن الرقاقه هتقدد معاكي وهتبقى ناشفه وهتبقى محرفه، مش هتبقى قبه كده ومش هتبقى حلو. انت بتحطي الرقايه في الفرن وتقلبيها بعد ثانية كده على الوش التاني. بالنسبة للرقاقة الأولانية اللي انت حطيتيها هتقلبيها تقلبتين وهتجيبيها على حرف الفرن علشان تكمل مش تسويتها هي كده خلاص خدت لون، بس هتحطيها على الحرف كده علشان تنشف. لو سبتيها في الفرن علشان تنشف هتتحرق منك. انت هتجيبيها على حرف الفرن، هي كانت محتاجة لون دخلتها شوية علشان تاخد اللون اللي هو الذهبي بتاعها، وبروح حطها على حرف الفرن تكمل اللي هي يعني تبقى ناشفة وبيطلع ناشف وزي الفل. ما تسمعيش اللي يقولك لا ده هيبقى طري والولعة لازم تكون ولعة هادية. لا، كله قدامك بالصورة، كله قدامك اهو زي ما انت شايفه. انا ممكن اسوي 3 و4 و5 في قلب الفرن، بحيث ان انا اسيب الرقاية على وش على حرف الفرن كده تكمل ان هي تنشف. شفتي الرقاية لما بقلبها اتكسرت معايا ازاي؟ هي نشفت مش محتاجة تاني، بس انا برضو هسيبها على الحرف شوية تكمل ان هي تبقى ناشفة قوي. علشان برضو الرقاق لو ما استواش معاكي حلو وما نشفش معاكي حلو في الفرن، ممكن لا قدر الله لو قعد عندك فترة ممكن يبوظ منك. لان الرقاق الناشف لو طالع زي ما انت شايفة كده، زي ما بقولك كده، لو طالع طري مش هيبقى حلو معاكي، هيبوظ منك على طول.
شفت التسوية؟ هي دي التسوية التمام. وبالراحه كده، واقعدي قدام الفرن وتجرئي وما تخافيش. ومبوظت حاجه يا حبيبه اختك فداكي، احنا كلنا بنتعلم، ومش بتطلع الحاجه باحلى جوده. لما بنتعلم اتعلمي وبوظي مش مشكله، بس ما تعمليش كميه كبيره علشان ما تبصي منك. يعني لو عملتي تعلمي، اعملي كيلو، اعملي نص كيلو على قد ما تعرفي تتعلمي فيه. حرام الحاجه غاليه ما تبوظهاش. انت ما بتعرفيش تعملي حاجة، اعجني نص كيلو على قدك وتعلمي فيه. والموضوع والله العظيم 3 سهل، ومش ما فيهوش اي حاجة صعبة، هي بس محتاجة شوية جراءة كده وان شاء الله هتتعلمي وهتبقي تمام. انا هنا بقى خلصت الكمية اللي معايا، وهعد معاكم الرقاق. انا عديت الرقاق على الميزان، ودلوقتي هاجيلكم مقطع وانا بوزن وبعدلكم الرقاق. ان وصلت معايا لحد هنا يا قلب اختك، ما تنسنيش في لايك وشير واشتراك في القناه. بفضل الله بفضل الله خلصت الكميه. الرقاق، شايفه الرقاق؟ شايفه الرقاق ما شاء الله عامله ازاي؟ شايفين كل الرقاق الحمد لله واحده من واحده. تعالوا بقى هنا، هو عمل كام رقاقه. انا كنت بقول لكم التقطيعه اللي انا قطعتها ديت الكيلو هيعمل تقريبا من 14 ل 15. هنشوف كده. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15. دولت 15 رقايه، ولسه عايزين واحده. يبقى الكيلو عمل معايا 16 رقاقه من العجينه كده. الكيلو الرقاق عمل معايا 16 رقاية. يا رب تكون استفدت من الفيديو، ويا رب اكون خفيفة على قلبك. وما تنسنيش بدعوة حلوة، دعوة حلوة من قلبك كده يا قلب اختك، ولكن مثل ان شاء الله. وما تنسنيش برضو في لايك وشير واشتراك في القناة. كانت معاكي اختكم موريتاج، واسيبكم في رعاية الله.